السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الورد والفل والياسمين. يا ترى ايه الحلويات اللي في الصينية ده؟ لازم تفكروا وتقولولي. طبعا دي العزيزية الدمياطي، بنتخانق عليها كلنا في قلب العلبة لما بتيجي في الحلويات الشرقية. كوباية مكرونة واحدة، والمج بتاعي صغير، معانا السكر ومعانا الحليب، جوزة الهند إضافية. طبعا هي الأساسي مكرونة. كوباية واحدة، شوفوا المج بتاعي صغير خالص. هنحط عليها من الكاتل مية مغلية كوباية ونص مية، ونحطها على البوتاجاز. طبعا مين بقى اللي بيحب العزازية؟ وتعرفوا طبعا سميت بالعزازية ليه؟ طبعا دي حلوى دمياطي مشهورة، بنجيبها كلنا في الحلويات الشرقية من دمياط. حطيت المكرونة بتاعتي تتسلق سلقا جيدا 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 لحد ما تتهري. شفتي لما المكرونة تحس ان هي معجنة منك؟ فهي بقى ايه، بالمية النشا اللي فيها ديت، بالهاند بلندر بقى، ونضربها ضربا مبرحا. لو عندك بقى بالخلاط هتضربيها جامد بقلب الخلاط، بس هتصفيها. الهاند بلندر بيخليها تقيلة. حتة بقى سمنة بقى فلاحي كده، تديها بقى ايه، فيتامينات بقى كده. تحسي لو معلقتين قشطة عندك بقى كده تزوديهم برضو كده، تبقى غنية بقى كده معاكي. معانا الحليب، طبعا الحليب بتاعنا الحليب البلدي أهم حاجة، مش حليب بقى من بره من المحلات، علشان تبقى دسمة بقى زي بتاع ايه دمياط الأصلية. هناخد بقى ايه كوباية لبن باردة كده، ونحط فيها 4 معالق نشا، عشان احنا هنحط لتر حليب، وتبقى جميلة ولذيذة لذيذة لذيذة لذيذة. طبعا زي ما أنا بقول لكم ديت حلوى دمياطي، وسموها العزيزية. في عزبة هناك في قلب دمياط اسمها عزبة البرج، ودايما الناس هناك يعملوا ايه العزيزية ديت. وعزبة البرج ديت فيها أسماك جميلة جدا جدا جدا. يبقى ايه حلوى دمياطي لذيذة لذيذة لذيذة. قلبنا بقى ايه النشا في قلب كوباية اللبن، وهنحطها على المكرونة اللي هي ايه انضربت بالهاند بلندر ضربا مبرحا. هتبقى جميلة لذيذة لذيذة يا ولاد، والله جربوها. احسن من بره كمان. وانتي حط يعني انت حاطه السمنه الفلاحي من عندك، وحاطه المكرونه واللبن الحليب. طبعا بقى ايه حطي بقى رشه جوز الهند في قلبها كده، هتبقى جميلة جميلة جميلة. ما شاء الله تبارك الرحمن. مين بيحبها زيي؟ مين بيخطفها من العلبة زي ما أنا بحب أخطفها؟ إحنا بنتخانق عليها لما يكون قطعتين. هنعمل بقى صينية بقى، هوريكم بقى. السكر بقى زي ما انت عايزة، السكر زي ما انت عايزة بقى كده. حط السكر يا سكر انت وهي زي ما انتوا حابين في قلب البيت. طبعا أنا حطيت 3 معالق سكر. هنشيل بقى ايه الحلة بتاعتنا الجميلة ديت، ونروح على البوتاجاز. نقلب بقى تقليبة مستمرة لحد ما بك 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 معاكي كده بقى كده، وتطلع فقاقيع. تحسي أولا لأن احنا حاطين النشا بتاعتنا كده عادية، فلازم النشا تستوي. لما النشا بقى بتاعتنا تستوي كده، تحسي بقى بطعم المهلبية. دي بقى جامعة بين المهلبية وجامعة بين البسبوسة. ومن كوباية مكرونة عملنا صينية كبيرة، وهتتقطع زي يا سلام بقى على الوش بتاعها لما تشوفوه. خطير. يعني أولا بسبوسة، تقول بسبوسة، تقولي عاملة نفسها مهلبية. يعني بصي كده البتاعة دي بتدخل القلب من غير كلام. هنا بقى ايه بعد ما خلصت بكبكه، جبت الصينيه بتاعتي ودهنتها حته زبده برضو فلاحي كده، وقمت حاطه بقى اسيبها بقى لحد ما تتماسك. بعد ما تتماسك بقى كده، اجيب برضو حته زبده كده حته سمنه، وادهنها بقى ايه على الوش. لو عندك بقى معلقه عسل قومي حطاها، لو عندك شويه سكر بودره برضو قومي حطاهم على الوش. هتديها لون جميل قوي، يبقى موحد. ما شاء الله تبارك الرحمن. خلي بالك بقى ما تعمليش زيي. انا حطيتها على الفرن، وقلت بقى ايه في الفرن، وقلت بقى ايه اغسل بقى ما وراء العزيزية. لقيتها بقى ايه لسعت اللسعة دي، بس ولا يهمني. دي كانت جميلة ومقرملة ورائعة. عارفين بقى كلها لازم تكون لون واحد بقى كده، بس بغض النظر عن الحتة ديت ملوكة كلتها أول واحدة. ما شاء الله تبارك الرحمن. هتشوفوها دلوقتي بتتقطع، يعني دي بعد 5 دقايق من طلعت من الفرن. المفروض ان هي تبرد وتحط في قلب التلاجة وبعدين تتقطع كده، هتبقى جميلة جميلة جميلة. شايفين بقى بتجيلنا قطع صغيرة؟ شوفوا بقى أنا هقطعها القطعة قد إيه. إيدي مبروكة. ما شاء الله تبارك الرحمن.
جربوها، واللايك واشتراك، بحبكم في الله يا أحلى أخوات في الدنيا كلها.